النهاردة هعملك الكبدة الاسكندراني بطعمها الحراق اللي احنا كلنا عارفينه وبنحبه وتتبيلتها الأصلية. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونقول بسم الله. هنجيب الكبدة نكون مجمدينها ونقطعها هي ومتجمدة، بتطلع معانا الشرايح رفيعة زي تقطيعة بره بالظبط، احسن بكتير من انك تقطعيها وهي فكة. هنقطع الكمية اللي احنا عايزينها، والطعم بقى الحلو قوي والريحة اللي بتجيب كده من اخر الدنيا حتة ليا ضاني بقى ونقطعها مع الكبدة. هنخليها كده في الطبق ونعمل التتبيلة بقى. في طبق هنحط بقى معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وعليها معلقة من هريسة الشطة، معلقة كمون، ومعلقة من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الخل، وعصير ليمونة كاملة. وبس كده، هي دي التتبيلة. والكبدة الاسكندراني بس كمون وكزبرة، ما فيهاش فلفل اسود، والملح هخليه في الاخر. هاخد منها معلقة وهتبل فيها الكبدة واقلبها كويس واسيبها كده ساعة لغاية ما نحضر باقي المكونات. هجيب معانا قرن فلفل بارد وقرن حار، هقطعهم، والكمية اللي انت عايزة تحطيها براحتك. يعني انا بس حاطة الاتنين دول، عايزة تزودي براحتك، عايزة تقللي برضو دي حاجة ترجعلك. في طاسة بقى على النار هنحط فيها معلقتين زيت ومعلقة من السمنة، وهنزل عليهم بمعلقة من التتبيلة، بتدي ريحة كده الاول حلوة قوي. وبعد كده هننزل عليهم بالكبدة، هشوحهم بقى كده شوية على النار. وبعد كده هنبدأ نضيف الملح. هظبط الملح مش كتير لاني برضو الهريسة كانت فيها نسبة ملح. وخلاص كده لما تبقى 3/4 سوا هنزل الفلفل علشان برضو ما يتبلش قوي ويفضل فيه قرمشة كده بسيطة. هقلبهم كده شوية، وفي الاخر قبل ما اطفي هحط برضو معلقة من التتبيلة تاني، دي بقى اللي بتدي ريحة وطعم حلو قوي. وبس كده هتبقى جاهزة معانا. هننزلها بقى في الطبق وقدميها بقى مع عيش بلدي او فينو، واعملي سندوتشات زي بتاعت بره. يلا جربوا الطريقة دي وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات اللي انا بقدمها.